المهم الخوت غادي نمشيو على غرار الدعوة اللي قام بها عمي تبون إلى العشاء في شيراتون فورا. اليوم كذلك تبون قام بدعوة السفير الجزائري إلى العودة إلى النيجر فورا، وما بين الدعوة والعودة لا يوجد فرق، والفرق الوحيد هو تغيير مكان حرف العين، إلا أن سياق الخوت هو نفسه. فالدعوة إلى العشاء في شيراتون فورا كانت دعوة من تبون من أجل إصلاح العلاقات مع الدول العربية، واللي كان قال هذه الجملة عبد المجيد تبون الشهيرة ديالو في القمة العربية اللي كانت في الجزائر، واللي كان سماها قمة لم الشمل ديال الدول العربية. كما هو حال اليوم، تبون يدعو إلى لم شمل مع الدول ديال الجوار، واللي كانت الإشارة واضحة من خلال الحوار الصحفي الأخير في محور الحديث حول العلاقات مع دول الجوار، الحوار اللي تكلم عليه تبون في هذا اللقاء الصحفي الأخير، حيث أنه تبون في إطار الجواب ديالو على الصحفي حول العلاقات مع دول الجوار أشار تبون إلى أنه وقع على رسالة ديال الدعوة لرئيس النيجر من أجل القيام بزيارة إلى الجزائر، مما يؤكد أن الأمر الذي أعلنه اليوم تبون من أجل عودة السفير الجزائري إلى النيجر، واللي هذه العودة كما أمر تبون يجب أن تكون فورا. وهذا اللي كيطرح السؤال حول الهدف من وراء هذه الخطوة في الوقت الحالي، وخاصة أن المصالحة مع النيجر جاءت كذلك في التزامن مع زيارة كيقوم بها اليوم محمد عرقاب وزير المناجم، وبأمر من تبون كذلك، وكان معه وزير المناجم عرقاب، كان معه وفد مهم واللي مشاو إلى بوركينا فاسو، واللي هذا الوفد كيضم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، وكذلك الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، وكذلك الرئيس اللي هو المدير العام لشركة نافطال، إلى جانب عدد كبير من الإطارات في قطاع المحروقات والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة. واللي من خلال هذا الوفد، واللي هو وفد مهم، كنشوفوا أن هناك نوايا لبناء شراكات قوية مع بوركينا فاسو، وكذلك نوايا لإعادة إصلاح العلاقات الجزائرية مع بوركينا فاسو بعدما تم قطعها سابقا. واللي هذه الخطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النيجر، وفي نفس الوقت إعادة العلاقات الاقتصادية مع بوركينا فاسو، هذه الخطوات تثير التساؤل، وخاصة في ظل أن قطع العلاقات مع هذه الدول كان على إثر توتر العلاقات الجزائرية مع دولة مالي، على إثر إسقاط طائرة مالي المسيرة من طرف الجيش الجزائري، وذلك لأن النيجر وبوركينا فاسو كيدخلوا ضمن تحالف دول الساحل الثلاث اللي كيضم مالي أيضا. اليوم كنشوفوا أنه مرة أخرى يعود نظام الكبرانات إلى دبلوماسية الانبطاحات المغلفة طبعا بلغة العنتريات والسيادة الوهمية، حيث أنه اليوم وبلغة الأمر الغير مبرر كيعطي عمهم تبون الأوامر بعودة سفير الجزائر إلى النيجر وفورا، وذلك بعدما تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع النيجر وسحب السفراء على إثر الصراع ديال الجزائر مع مالي. وفي نفس الوقت وفي نفس اليوم يتم إرسال وفد اقتصادي إلى بوركينا فاسو. هذه التحركات الخوت اللي هي كتتزامن مع قطع العلاقات الجوية مع الإمارات، واللي كتعرف العلاقات الإماراتية الجزائرية واحد التوترات متقطعة انتهت اليوم بأخذ قرار القطيعة. هذه القطيعة اللي كيسعى تبون إلى قطعها حتى على المستوى الدبلوماسي، وهذا الشيء اللي كتوضحه التصريحات الأخيرة اللي قام بها عبد المجيد تبون خلال الحوار الصحفي،
واللي كان وصف فيه الإمارات بالدويلة في إطار حديثه حول علاقات الجزائر مع دول الجوار والدول العربية، واللي من خلال كلام تبون حول هذه العلاقات كتتضح الرؤية المستقبلية لنظام الكبرانات، واللي كنا تكلمنا في هذا الإطار حول ظهور تحالف جديد في المنطقة. هذا التحالف الخوت اللي اتضحت الصورة ديالو سابقا من خلال بعض التحركات اللي عرفتها الجزائر واللي في ترابط مع هذه الأحداث. كانت هناك أيضا تحركات سعودية داخل الجزائر، حيث كانت هناك زيارة من وزير الداخلية السعودي إلى الجزائر، إضافة إلى اتفاقيات اقتصادية اللي هي بين مجمع سوناطراك والشركة السعودية مداد للطاقة، واللي كانت بقيمة استثمارية إجمالية قدرها 5.4 مليار ديال الدولار. وكذلك إطلاق استثمار مشترك في القطاع الزراعي بين الجزائر وبين السعودية، واللي هو كيشمل إنتاج محاصيل فلاحية استراتيجية بالولاية ديال المنيعة، واللي أكد كيف ما قلنا تبون خلال الحوار الصحفي ديالو هذا التحالف اللي كيسعى إلى التضييق ومحاربة النفوذ الإماراتي في المنطقة. وهذا الشيء واضح وبواحد الشكل مباشر من كلام عبد المجيد تبون لما قال: علاقتنا جيدة مع كل الدول العربية باستثناء دولة من الممكن أن نسميها دويلة، ما يمس السعودية قال يمسنا لأن لدينا تاريخ مشترك معها. هناك دولة قال تحاول في كل مرة إثارة المشاكل. دويلة حاولت التدخل في انتخاباتنا الأولى والثانية، وهددت أنها ستفقرنا باللجوء إلى التحكيم الدولي. إذن الخوت، ترابط هذه الأحداث يشير بشكل ملموس أن تحركات الجزائر نحو النيجر ونحو بوركينا فاسو ليس بهدف إصلاح العلاقات فيما فيه تبادل مصالح من أجل صلاح ومصلحة المنطقة، وإنما هو هذا التحرك خدمة لمصالح الأجندات الخارجية، وتسير هذه الخطوة التبونية نحو زعزعة استقرار المنطقة اللي كتعرف اليوم المنطقة صراع نفوذ تتضارب فيه المصالح بين بعض القوى. منها اليوم كيف ما قلنا التضارب بين مصالح السعودية مع الإمارات، واللي كتعرف العلاقات مؤخرا بين السعودية والإمارات تشنجات وتوترات، حيث تسعى السعودية مؤخرا إلى محاربة نفوذ الإمارات في جميع مناطق نفوذ الإمارات بما فيها اليوم منطقة شمال إفريقيا. الإمارات الخوت واللي هي عندها استثمارات قوية في المنطقة بما فيها موريتانيا ومالي، واللي زادت قوة نفوذ الإمارات عبر الشراكات القوية مع المغرب. إذن ومن خلال تحركات تبون اليوم وفورا كيف ما قال نحو النيجر ونحو بوركينا فاسو من أجل إصلاح العلاقات دون إصلاح علاقات الجزائر مع مالي، واللي هي من ضمن دول تحالف الكونفدرالية الثلاثية دول الساحل، كنشوفوا أن هناك نية تبونية إلى تفرقة هذه الكونفدرالية اللي هي لا تخدم مصلحة المقاطعة الفرنسية الجزائرية ولا تخدم حتى مصلحة الأم ديالهم فرنسا، واللي كتتوافق اليوم مع مصلحة السعودية في قطع الطريق على الإمارات، واللي كتتوافق مصالح السعودية اليوم مع مصالح فرنسا في المنطقة. فرنسا الخوت واللي هي ما زالت اليوم تسعى إلى استعادة سيطرتها على المنطقة من بعد ما فقدتها، وصبح التواجد ديال فرنسا يقتصر فقط على شكل استثمارات عبر بوابة العلاقات مع المغرب، اللي قطع المغرب عليها الطريق نحو العودة إلى إفريقيا من منظور السيطرة والاستحواذ كما كان سابقا. فرنسا واللي هي حاولت وكتحاول عبر المقاطعة ديالها الجزائر وعبر النظام الكبرانات الوظيفي ديالها من خلال التحركات الأخيرة اللي كيقوم بها هذا النظام، تحاول فرنسا عن طريق هذا النظام إلى استعادة هذه السيطرة في المنطقة الإفريقية. كما كان كذلك من خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية واللي استضافته الجزائر، واللي فشل هذا المعرض واللي هو معرض التجارة البينية الإفريقية،
اللي ينتقل اليوم من بعد ما فشل هذا المعرض وهذا المخطط، لينتقل اليوم المخطط إلى مرحلة أخرى كنشوفوها من خلال محاولة نظام الكبرانات إلى استقطاب واستمالة بعض الدول الإفريقية عن طريق الاستثمارات. وربما الزيارة اليوم إلى بوركينا فاسو تتجه نحو هذا الاتجاه، ومع النيجر أيضا تتجه إلى هذا الاتجاه. وهذا الشيء اللي كيرسخ سياسة فرق تسود اللي هي كتتوازى مع السياسة الإمبريالية لفرنسا، واللي كيف ما قلنا تتوافق اليوم مع مصالح السعودية في المنطقة، اللي كتسعى هي أيضا إلى منع هذه الوحدة الإفريقية ولو بشكل غير مباشر من خلال محاربة نفوذ الإمارات داخل المنطقة، واللي الإمارات كتدعم هذه الوحدة ديال دول الساحل عبر الصندوق السيادي ديالها اللي هو كيوفر التمويل لمشاريع داخل المنطقة، بما يقوي أكيد موقف هذه الدول الثلاث أمام فرنسا، بما فيه انخراط الإمارات في استثماراتها مع المغرب ضمن المشروع الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. المغرب الخوت اللي هو كيوقف واحد الحجرة تعرقل أي تحرك فرنسي داخل إفريقيا. المغرب اللي اليوم على يوم وأمام جميع محاولات ومناورات هذا النظام الكبراناتي عميل فرنسا وعميل لكل من تتوافق مصالحه في المنطقة للضرب والتضييق على مصالح المغرب اللي استطاع اليوم أن يمنع هذه التحركات وأن يقف سد منيع من أجل حماية المنطقة ومن أجل حماية مصالحه داخل إفريقيا، على الرغم من جميع المحاولات من أجل الضرب في علاقة المغرب مع الدول الإفريقية، واللي كيثبت المغرب أيضا اليوم أنه ما زال يتحكم في زمام الأمور. وهذا ما أكده انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأغلبية ساحقة اللي هي 34 صوت، ومن الدول أو من الدور الأول، واللي هو أكثر من مجرد فوز بمقعد، وإنما هو يعتبر نصر استراتيجي في معركة النفوذ داخل القارة. هذا الانتصار المغربي اللي كيجي في سياق جيوسياسي كتعرفوا المنطقة واللي كتعرف صراعات حول النفوذ، وانتخاب المغرب لم يكن انتخاب بروتوكولي، وإنما هو تأكيد لواقع يؤكد هذا الواقع دور المغرب كفاعل أساسي في استقرار وأمن المنطقة، واللي بالإضافة إلى هذه العضوية رقم 3 كان فاز بها قبل ذلك في 2 عضويات لهذا المجلس السلم والأمن الإقليمي الإفريقي في غضون عودته إلى الاتحاد الإفريقي منذ 2018. كما تعكس هذه العضوية أيضا الخوت قدرة المغرب على تعزيز موقعه الاستراتيجي داخل القارة الإفريقية رغم التحديات السياسية والمنافسة الإقليمية، وهذا اللي كيأكد قوة الحضور المغربي كفاعل أساسي في القضايا الإقليمية، واللي هي كتدخل ضمن الرؤية الدبلوماسية والرؤية الاقتصادية المغربية اللي هي قائمة على الشراكات والتعاون كفاعل أساسي لم يثبت قوته فقط على المستوى الإقليمي، وإنما أيضا حتى على المستوى الدولي، وذلك ما أكده الانخراط المغربي ضمن مجلس السلام الجديد. ومغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، ومغرب اليوم يتجه نحو الطريق ويتجه في طريق مغرب الغد، واللي هو غادي يكون أكيد مغرب اليوم الجديد. تحياتي لكم الخوت، نتمنى تكونوا فهمتوا التحركات الأخيرة ديال السعودية والتحركات ديال فرنسا عن طريق المقاطعة الجزائرية، واللي هي كتوافق المصالح السعودية والمصالح ديال فرنسا والمصالح المقاطعة اللي السعودية دخلت على خط الضرب في مصالح الإمارات، وذلك من خلال ضرب الوحدة ديال دول الساحل اللي هي كتتوافق مع المخطط الفرنسي اللي الكونفدرالية الثلاثية تقف سدا منيعا في وجه العودة الفرنسية، كذلك تتوافق مع المقاطعة الجزائرية
اللي هي هدفها الأسمى هو محاربة النفوذ المغربي. لذلك هنا كنشوفوا على أن المصالح هي من تحدد الشريك، إذن والسياسة مصالح، ولهذا قلنا لكم على المغرب وأمريكا وما إلى ذلك. تحياتي لكم، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع ولخصت لكم. والمغرب كيبقى فوق أي اعتبار. المغرب قوة سياسية ودبلوماسية صامتة، تعمل بصمت، كتنشر النفوذ ديالها وكتحكم السيطرة ديالها على القارة الإفريقية شيئا فشيئا، ومصالح المغرب تتوسع يوما بعد يوم. وأكيد هذا المخطط على ما أعتقد أن المغرب أبدا لم يكن يضع السعودية في حسبانه، لكن ولم يكن أبدا أن يضع السعودية في مرماه من أجل الضرب في مصالحها. لكن كيف ما قال الحسن الثاني رحمة الله عليه: نحن لا نصنع التحدي، لكن إن وجدنا تحديا في طريقنا فسندوس عليه. إذن هنا مخطط السعودية ومخطط الجزائر ومخطط فرنسا، وأنا كنقولها لكم وعقلوا عليها، إلى مزبلة التاريخ. مادام السعودية تحالفت مع فرنسا وابنتها، فلو كانت السعودية بقوة فرنسا لما تحالفت مع فرنسا أصلا. ولو كانت السعودية توصل لقوة فرنسا لما خسرت فرنسا أمام المغرب. إذن كذلك دور السعودية قادم، واللي أكيد المغرب غيلعب الاستراتيجية ديالو. بما أن أصبحت حرب بين الإمارات وبين السعودية واضحة، أكيد السعودية حددت الشريك ديالها فرنسا والجزائر، والمغرب حدد الشريك ديالو اللي هي الإمارات وأمريكا. كذلك كتبقى عرقلة كبيرة في وجه السعودية اللي هي توجد أيضا حتى روسيا في المنطقة اللي كتحمي المصالح ديالها. إذن هنا كنشوفوا على أن السعودية والمخططات ديالها أصبحت فاشلة منذ يوم قبل 7 أكتوبر، اللي هي كانت تتخبط بين الإمارات بين إيران وبين أمريكا من أجل الظفر بالملف النووي اللي السعودية حاولت ما أمكن أنها تستغبي إيران من خلال المصالحة وعدم التطبيع مع إسرائيل، وبعد ذلك بدأت كتفرض الشروط ديالها وتفاوض على أساس أنها تدخل في تطبيع شامل مع إسرائيل، وذلك من أجل مباركة أمريكا اللي هي صاحبة الختم على الموافقة في الملف النووي، واللي كذلك توجد حتى روسيا، اللي شفنا على أن أمريكا أوقفت المخطط النووي الإيراني، واللي كانت الإيران كتدعم النووي، يعني روسيا كتدعم الملف النووي ديال إيران. كذلك كنشوفوا من بعد سقوط الاتفاقية في مجال النووي بين أمريكا وروسيا، كنشوفوا أن روسيا تقول أنها متحفظة، وبقي يعني الاتفاقية تبقى سارية في حالة ما أمريكا تحفظت وتخلت على دعم الملف النووي لشي دولة أخرى. إذن هنا روسيا تقطع النووي على السعودية، وأمريكا قطعت النووي على إيران، وبهذا تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة اللي كتملك الملف النووي وكتحصل على النووي هي دولة إسرائيل. وأكيد مخطط الصهاينة يتحكم في مثل هذه الدول الكبار، وبهذا كنشوفوا على أن التخبط ديال السعودية مع الإمارات أفقدها مكانتها وقيمتها ومواقفها، وخرجت من هذا الصراع ديال الشرق الأوسط، مع العلم الدفع ديال 1,400 مليار ديال الدولار من طرف آل سعود إلى دونالد ترامب خرجت بخفي حنين، ولم تأخذ ولا نسبة ضئيلة من الأرباح، عكس ما الإمارات اللي هي بقت ثابتة في المواقف ديالها، لم تتلاعب ولم تذهب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حافظت على مواقفها مع المغرب وتشبثت بسياسة المغرب، فأصبحت الإمارات لها نفوذ قوية، ولا يمكن للسعودية مجاراة الإمارات. وبهذا
أصبحت السعودية تحاول محاربة نفوذ الإمارات. فكيف للسعودية التي خسرت مصالحها في الشرق الأوسط أمام الإمارات، والإمارات لوحدها أن تخسر الإمارات أمام السعودية في إفريقيا، بينما المغرب متواجد مع الإمارات في إفريقيا؟ إذن ما حققته السعودية في الشرق الأوسط وخروجها بخفي حنين ربما من القارة الإفريقية لن تخرج حتى بخفي حنين، وإنما ستخرج بدون خفين. تحياتي لكم. إيمان، عندك شي كلمة؟ بارك الله فيك. المهم الخوت، ما كنبغيش نهضر على السعودية بزاف لأنني كنشوف شي تحركات وهما متحفظين بصراحة، خايفين من الرد المغربي، لكن كيديروا شي نفاقات في اللايفات ديالهم، كيطلعوا الجزائري ويخليوه يضرب في المغرب. وانا التحركات ما كتعجبنيش، ولكن ما نعرفت شي نهار يجيوني في القناه هي هذيك نطلقوا الشراره، ما عندناش مشكل. شعب التحدي شي في شي. وكيفكروني في واحد الكلام ديال معمر القذافي، والله الا قبيله هضرت مع واحد السيد معمر القذافي واحد النهار. شنو قال لهم؟ قال لهم انه جلس هضر مع واحد المسؤول في اسرائيل، وبدا كيتكلم له على المخطط الصهاينه في الشرق الاوسط وافريقيا. قال له اسرائيل، قال له هدفها، قال له ماشي الاراضي المقدسه، قال له ماشي هدفها القدس، قال له هدفها اش كيقولوا له، هدفها مصر. قال له بالنسبه اش كيقولوا له القدس، مهد الديانات، قال له غيتنازل ليها اسرائيل، غيتنازلوا من على داك المهد الديانات للمسيحيين لاوروبا. قال له اسرائيل الهدف ديالها دير العاصمه ديالها في مصر. قال له بعد ذلك لبنان، غيدخلوا لبنان، الاردن. قال له غيمشيو للعراق، غيمشيو اش كيقولوا له، ذكر له العراق، ذكر له سوريا، ذكر له السعوديه. قال له دابا ملي جا لهنا، قال له بعد ذلك، قال له بعد ما يديروا عاصمتهم في القاهره، قال له سيقومون بتهويد شمال افريقيا، يعني ماشي استعمار، غينشروا تهويد، يعني اليهوديه غتولي. قال له قال له حينها سيركب حكام السعوديه الجمال، جمالهم، ويهربون في صحراء السعوديه. قال له المهم هذه هي اللي ضحكتني. قال له لما يدخلوا لبنان ويدخلوا الاردن ويدخلوا لسوريا ويدخلوا لمصر ويدوزوا للعراق ويدخلوا لايران، يدخلوا اش كيقولوا له السعوديه، قال له حينها حكام السعوديه، قال له سيركبون جمالهم ويهربون في صحراء السعوديه، لا من يحميهم، لا من يأويهم، لا من يحتضنهم. المهم على اي حنا كنتحفظوا. وبالنسبه للسواعده، تسمعونا ولا؟ كنشكركم على يعني الخوف ديالكم من الموجات ديال البثوث المغربيه والنفاق والتقيه، كنتقنوها مزيان. داك الجزائريين كيطلعوا تما كاين كطلعوهم يبقاو يضربوا في الامارات والمغرب وتفتحوا لهم المجال، مساله عاديه. لكن والله اصدقائي، الا راه غا مازال ما عنديش الكانه، وما راه النهار اللي غادي نعري معكم الخزيت، واخا تجيب لي سيدي محمد بن سعود، ولا ال سعود بن زايد ال سعود، الله تجيبوا لهنايا. لكن صغير خارعني، لكن صغير خارعني.
تسكت تنسى شكون هضر معاك. تحياتي ليكم. عطيونا شي حملة تكبيس الخوت باش نمشيو لجهة أخرى. منين تبغي تشبكها مع سوادع، مني راه المدير ديالي ساعود ينقلبها.